السلام عليكم. واش الخوت تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم واحد الميساج خفيف ظريف للجميع، الناس المغاربه ولا العالم ولا العالم العربي. ولا كاين واحد المشكل ديال واحد الذكاء الاصطناعي راه جديد دابا، كتصور ليه الصالون ديالك ولا كيكون واحد. غادي نعطيكم واحد النموذج ديال واحد البنت كتصوني على امها بعيده وكيخلقوا واحد المشكل حتى لوالديهم. وكاين اللي المراه كتخلق مشكل للراجل ديالها، كتقول ليه راه دخلوا عندي الشفاره دخلوا. وهاد الوليدات عاوتاني كيديروا هاد المقلب لوالديهم، ووالديهم ما كيفهموش بان هذا غير ذكاء اصطناعي. كيفاش كيديروا؟ كيصوروا الصالون، وكاين واحد التطبيق كيدير واحد الراجل يعني مسن ولا متشرد ولا كما نقولوا حمق، جالس في الصالون وكيقولوا لهم راه دخل عندنا وبغى يدوش ولا بغى ندير ليه اتاي ولا بغى ياكل، وكيصيفطوا للعائله ديالهم وكيخلقوا واحد المشكل يقدروا يديروا فيهم السكر، يقدروا يديروا فيهم شي مشكل. وهذا الذكاء الاصطناعي غير راه ساله من التصاور ديال الناس. الا كنتو كتعرفوا هادي شي 8 شهور ولا كان كيديروا واحد الترند ديال واحد التصويره ديالك نرجعوها لك ايموجي، نرجعوها لك شي لعبه، هما سالاو من الوجوه. دابا دخلوا يشوفوا الديور ديالكم عاوتاني، دخلوا شوفوا الديور ديالكم كي دايرين، فين كتجلسوا، البيبان ديالكم كي دايرين. المهم امور غاديه بوحده وحده. الذكاء الاصطناعي كيحاول يجمع 3 دي ديال الكره الارضيه ببشر ديالها بديورها بطباصل. غادي يدخلوا عاوتاني يدخلوا للكوزينه، المره الجايه غيبقى يقول لكم دخلوا دوشوا ولا دخلوا للطواليط. وعقلوا فين قلت لكم هذه دابا. المهم الذكاء الاصطناعي كيحاول يجمع واحد الكميه هائله من المعلومات الحقيقيه على كيفاش كتعيشوا، باش ديك الساعه ربما يكون روبو ولا يكون يحاول يتعرف حتى هو على الطبيعه كيفاش تاهي. راه هادشي خطير خطير بزاف، وغديروا مشاكل بيناتكم لعائلاتكم. حذاري شي حويجات ما صالحينش، ماشي ديال الضحك. استعمل التليفون، استعمل الذكاء الاصطناعي، ولكن شي حويجات اللي كيمسوا الخصوصيه بلاش. وتبارك الله عليكم وتحيه لكم، وبارطاجيوه باش يعرفوا الناس بان راه الذكاء الاصطناعي كيحاول يتعرف على شي حويجات عندكم في الدار، عندكم في شي حاجات. حاولوا ما تعطيوش ديك الصلاحيه. وتبارك الله عليكم.